السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد وحبيت ان هو يكون فيديو مختلف شويه. فالنهارده هنتكلم عن ليه كلنا بنحب علاقه جيمي ميجل وكيم ويكسلر. جيمي وكيم شخصيتين في عالم بريكنج باد في مسلسل بيتر كول سول المشتق من بريكنج باد. كيم ما ظهرتش في بريكنج باد بس كانت صاحبة تأثير كبير على جيمي، وده اللي ركز عليه مسلسل بيتر كول سول وهو حياة سول لما كان جيمي. وأول نقطة لازم نعرفها عنهم إن علاقة جيمي وكيم مش علاقة رومانسية زي الأفلام، مش كل شوية يقولوا لبعض بحبك أو بحبك، بل أفعالهم هي اللي بتثبت إنهم بيحبوا بعض. زائد إن الكيمستري عالية بين بوب أودنكيرك وريا سيهورن خلت العلاقة بينهم تبان طبيعية وتحس إنهم مش بيمثلوا. عشان كده الجمهور من البداية حب أجواء العلاقة دي وبدأ يتعلق بيها. اول ما كيم ظهرت في المسلسل الجمهور حس ان علاقتها هي وجيمي مش علاقه عاديه وتقليديه. في معظم المسلسلات بنشوف ان بيكون في جانب عاطفي بعيد شويه عن القصه الاساسيه، جانب بيلون القصه ويبسطها. في بيتر كول سول الموضوع كان مختلف، علاقه جيمي وكيم كانت هي القصه نفسها. جيمي مش بيظهر بشخصيته الحقيقيه قدام العالم الا مع الشخص اللي بيفهمه اللي هي كيم. الخط الدرامي ده خلى الناس تحب علاقتهم وخلى بيتر كول سول عمل فني متكامل. في بدايات المسلسل شفنا كيم بتبقى هي زي البوصلة لجيمي، هي اللي كانت بتعدله مساره. جيمي زي ما شفنا في المسلسل شخص متهور طايش، بياخد قرارات غلط، بياخد قرارات ريسكي كتير. كيم كانت بتحاول انها تخلي سول محامي حقيقي، كانت حاسة ان في شيء ايجابي جواه على عكس تشاك اخوه اللي كان شايفه على حقيقته انه شخص متهور وطايش وهيفضل كده طول عمره وعمره ما يبقى محامي حقيقي. مع الوقت بنشوف كيم بدأت تتأثر بشخصية جيمي، بدأ الجانب المتهور منها يظهر، بدأت تبقى شبهه. لما بدأت إنها تشارك جيمي في مخططاته إن هما يبوظوا شغل هاورد، هنا بان جانب كيم السيء، الجانب اللي ما كانش هدفها إنها تظهره، كان هدفها إنها تحسن جيمي. مع الوقت اكتشفت إنها حبت اللي جيمي بيعمله وحبت مشاركتها ليه، وطبعا جيمي ما صدق إن هو يلاقي حد يشاركه حاجة زي دي. كل دي حاجات أثرت على علاقتهم قدام. الاختلاف بين بيئة جيمي وكيم كبيرة نوعا ما، كل واحد منهم ظهر من بيئة مختلفة. جيمي اتربى وسط بيئة فوضوية، بيتصرف بطرق عشوائية وبيستخدم أي طريقة عشان يثبت نفسه حتى لو كانت غير شرعية، وده اللي خلاه مع الوقت يتعرف باسم سليبن جيمي. على الناحية التانية كيم كانت بنت ريفية من بيئة فقيرة إلى إنها اختارت طريق الاجتهاد والالتزام وإنها تثبت نفسها بالقوانين. لكن رغم كده الاتنين بيتقابلوا في نقطة معينة، وهي إنهم رغم محاولاتهم في إثبات نفسهم بيواجهوا صعوبة في عالم مش مديهم فرص، وده اللي بيخلي علاقتهم مثيرة للاهتمام شوية. حتى علاقتهم فيها تكامل، الاتنين بيكملوا بعض. جيمي بيكمل النقص اللي عند كيم انها مفتقدة الإثارة والمغامرة وكسر القواعد اللي هي ملتزمة بيها. على الجانب التاني جيمي كان شايف كيم الأمل في إنه يلاقي حد يستقر معاه ومتقبله في عالم مش متقبله. جيمي عمره ما حس بالأمان أو حس إن في شخص متقبله قد كيم. مشاهد جيمي وكيم وهما بيخططوا مع بعض كانت من أكتر المشاهد المحبوبة عند معظمنا، لأنهم مش كابل بيشاركوا مشاعر لكنهم زي فريق بيطلعوا حبهم في المغامرات اللي بيعملوها. لما كانوا بيضحكوا على الناس في البارات الجمهور حب المشاهد دي جدا وحس إنهم عاملين عالم لنفسهم. ولما بدأوا يخططوا في حاجات أكبر زي خططهم ضد هاورد، الناس حست هنا إن دي مش علاقة رومانسية ساذجة، دول شركة بينهم تكامل وتفكير متشارك. في الدراما غالبا ما بيكون في طرف أضعف من طرف أو طرف باسط سيطرته على طرف تاني، إنما هنا في العلاقة دي كانت ندية. كيمي وجيم مش مثاليين، كل واحد فيهم عنده جانب مظلم لأنهم علاقتهم كانت بتكمل بعضها. على مدار المسلسل كيم كانت هي المكان الوحيد اللي بيلجأ له جيمي وبيكون مرتاح فيه، مش شايل هم ان حد ممكن يحكم عليه. لما جيمي كان مع اخوه تشاك دايما بيحس انه مخنوق ودايما بيتحاكم من اخوه وانه محطوط في خانه الشخص المشاغب اللي عمره ما يكون حاجه ولا ليه قيمه في المجتمع. تشاك دايما كان شايف ان زي ما قلنا جيمي مش محامي حقيقي وعمره ما هيبقى محامي حقيقي ولا ليه قيمه في المجتمع، هو مجرد نكره. جيمي محبش ان هو دايما يكون بيتحاكم عن طريق شخص شايفه نكره. لكن جيمي مع كيم بيختلف تماما. كيم كانت الملاذ اللي بيحب يهرب ليه حتى في لحظات يأسه وطموحه وضعفه. كيم كانت بتبقى دايما موجودة وبتشجعه، والأهم من ده إنها متقبلة زي ما قلنا. جيمي برضه زي ما قلنا بيكمل شخصية كيم وبيشوف فيها جوانب محدش شافها غيرها. كل ده بيخلي العلاقة متكاملة وبيخلي المشاهد يحس إنهم روح واحدة في جسدين. نتكلم دلوقتي عن مشاهد مؤثرة بينهم ونحللها، ومن أشهر المشاهد اللي الناس بتحبها هو مشهد السجاير اللي بينهم في أول حلقة. مشهد بسيط، اتنين واقفين في هدوء، مفيش رومانسية مفيش موسيقى، لكن يمكن البساطة دي هي اللي خلت الناس تحس إن فعلا دي شراكة حقيقية بينهم. السيجارة كانت رمز الحياة اللي هما بيعيشوها بعيد عن العالم اللي رافض وجودهم ورافض أفكارهم، وكأنهم في عالم خاص بيهم هما. المشهد ده اتكرر كذا مرة في المسلسل على مراحل مختلفة من علاقاتهم، وكل مرة بيبقى معناه أعمق من المرة اللي قبلها. المشهد التاني هو مشهد كيم وهي بتدافع عن جيمي ضد تشاك اخوه. الموقف ده ورالنا قد ايه كيم مؤمنه بجيمي، مؤمنه انه مش فاشل وغير مفيد زي ما تشاك شايفه. هنا كلنا شفنا ان مفيش حد في صف جيمي قد كيم، وان لو العالم كله ضد جيمي كيم هتبقى واقفه جنبه. المشهد التالت هو مشهد نهايه العلاقه بين جيمي وكيم. العلاقه لما وصلت لنهايتها الناس حست انها مش مجرد بريك اب عادي، دي كانت لحظه موت جيمي ميجل وبدايه ظهور سول جودمان. جيمي كان عارف انه لو خسر كيم هيخسر جزء كبير جدا من شخصيته الفوضويه الطايشه هي اللي هتتحكم فيه،
ومش هيبقى في شخص يراقبه زي الأول أو يعدله عن مساره. كيم كانت الفرصة الأخيرة لجيمي إنه يظل بني آدم طبيعي ويحاول إنه يكون محامي حقيقي، لكن غيابة عنه خلت جيمي تحول لسول وقناع الفوضى هو اللي سيطر عليه. No, Kim, you make me happy. We make each other happy. How can that be bad? في عالم بريكنج باد كان في علاقة تانية زي علاقة جيسي وجين، الناس حبتها برضه، بس لما ظهرت علاقة جيمي وكيم الناس تعلقت بيها أكتر. علاقة جيسي وجين ما كانتش علاقة متكاملة، كانت علاقة سريعة مليانة شغف وهروب من الواقع أكتر من المواجهة. على الجانب التاني علاقة جيمي وكيم كانت واقعية أكتر، فيها مواجهة للصعاب اللي كانت بتواجههم ومواجهة للصدمات اللي كانت بتحصل ما بينهم. كان هدفها الدعم زي ما كيم كانت بتعمل مع جيمي، كانت علاقة أنضج بكتير. الفروقات اللي حصلت في شخصية جيسي بعد ما فقد جين عكس اللي حصل لجيمي بعد ما فقد كيم. جيسي بعد موت جين بدأ يبقى واعي أكتر للواقع، جين كانت بتشده لتحت. العكس هنا كان تأثير كيم على جيمي. جيمي زي ما قلنا فقد آخر جزء جواه إنه يفضل جيمي، فاستسلم لنفسه وظهر وشه التاني اللي هو سول جودمان. تأثير كيم كان بالإيجابي عليه عكس جين اللي كان تأثيرها بالسلب. الفكرة هنا إنك كان طبيعي تتعلق بعلاقة جيمي وكيم أكتر، مش بس عشان كانت علاقة طويلة استمرت 6 مواسم كاملين، بس عشان هي كانت علاقة واقعية فيها حب مش بيتقال لكنه بيظهر في أفعالهم، وعلاقة أكتر تكامل وأكتر نضوج. بعد سنين من انفصال جيمي وكيم رجعوا اتقابلوا تاني في محاكمة جيمي بعد ما جيمي دخل السجن. لكن قبل المشاهد دي شفنا مشهد سولا وهو بيكلم كيم في التليفون، في مشهد بيبين قد ايه بقى هو ضعيف ووحيد، فقرر يكلم الشخص اللي كان بيستنجد بيه زي زمان. كيم كانت الرابط الوحيد لماضيه كجيمي مش كسول. رغم انكسار جيمي بردة فعل كيم اللي كانت باردة بالنسبة له، شفنا ردة فعل كيم الحقيقية على المكالمة. كيم افتكرت كل المشاعر اللي كانت بتحاول تدفنها، المكالمة دي هي اللي رجعت من كل مشاعرها وحسها بالذنب تاني. المشهد ده بيبين العلاقة بينهم وصلت لإيه، اتنين الحب لسه جواهم لكن استحالة يرجعوا زي الأول بسبب إحساس الندم والضياع اللي جواهم. بعد كده لما اتقابلوا تاني في السجن كل الذكريات القديمة للجمهور بترجع تاني، بتشاركوا السيجارة في آخر حلقة زي أول حلقة بالظبط، السيجارة اللي بتحمل معنى تشاركهم وحبهم، بس المرة دي الأمل انتهى ومفيش مستقبل. في حب لكن بقى صعب يبقى زي الأول. المشهدين لما تحطهم جنب بعض بتحس قد ايه انت حبيت العلاقة دي بكل تفاصيلها، رحلة حبيت فيها اتنين مختلفين عن بعض لكن بتقابل في نقطة معينة. في الآخر جيمي ضحى بآخر ورقة عنده بإنه يحميها من السجن وكأنها هدية عن السنين الحلوة اللي قضوها سوا، وكان بتبص له من بعيد عارفة إن دي النهاية الحقيقية. ممكن ما تشوفش سول تاني أو بالنسبة لها جيمي مش سول، الاتنين هيفضلوا يعيشوا في ماضيهم لكن كل واحد في مكان. من المشاهد اللي لسه سايبه اثر جوايا وفي ناس كتير هو اخر مشهد بينهم، حركه جيمي اللي بيعملها اللي كيم عملتها له قبل كده. كل التفاصيل اللي حصلت بترجعنا للماضي وايامهم الحلوه وذكرياتك انت نفسك معاهم والرحله اللي عشتها. ونوصل للاخر وان ليه احنا بنحب علاقتهم، لانه حب بريء صادق مش تقليدي ونهايته كانت كسرة حقيقيه لينا كلنا. ودي نهاية فيديو النهاردة. أنا حبيت يكون الفيديو مختلف شوية، ما يكونش مراجعة أو ترشيح حاجة، وحبيت أتكلم عن العلاقة دي لأن أنا بحبها جدا من قلبي وفي ناس كتير جدا بتحبها. وفي الآخر ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وإن شاء الله أستمر في التنزيل. سلام.